أغلبنا يشوف هذا النصب وما يعرف منه هالشخصية المهمة. حياكم الله. هالشخصية هو عزيز نور محمد يار ويس المعروف بعزيز فشتوان، شخصية بارزة من مدينة خانقين قدر يجمع بين التعليم والنضال السياسي. ولد عزيز فشتوان في 12 أيلول سنة 1912 في قرية صوزة بلاخ من توابع قضاء خانقين. أنهى دراسته في مدرسة خانقين الابتدائية، ثم التحق بالمرحلة الإعدادية في بغداد، وبعدها أكمل دراسته في دار المعلمين. بدأ مسيرته التعليمية بمدرسة الفالحية في العمارة، ثم عاد إلى مدينة خانقين ليعمل في مدرسة قلبرز حتى عام 1937. كان شخصية مؤثرة في مجال الثقافي حيث ربط بين التعليم والثقافة. تعرض عزيز فشتوان للملاحقة والسجن والنفي والطرد من الوظيفة، وخلال تولي حزب البعث الحكم عام 1968 سجن مع أبناء سيروان وريزان وبشتوان وابنته نسرين، ولم يفرج عنهم إلا بعد توقيع اتفاقية آذار عام 1970. توفي المعلم والمثقف الكردي البارز عزيز فشتوان رحمه الله في 6 شباط سنة 2001، وبعد تحرير مدينة خانقين عام 2003 أقيم نصب باسمه في وسط المدينة تخليدا لذكراه. وإذا تعرفون أي شخصيات بارزة من مدينة خانقين وترغبون نسلط الضوء عليها كتبوا لنا بالتعليقات.